السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباحكم ورد يا رجالة، أخباركم إيه؟ أتمنى يا رب كله يكون بخير وأفضل حال. فيديو جديد على قناة أخوكم أحمد مصر. كل سنة وأنتم طيبين يا رجالة بمناسبة العام الدراسي الجديد. أتمنى يا رب التوفيق والنجاح والخير لكل الناس. بصوا يا رجالة، طلعت الفيديو ده النهاردة عشان أنا حصل عندي دروب، فأنا حبيت أطلع أقول إيه اللي حصل عندي، عشان لو حصل عندك دروب شبيه للي حصل عندي تقدر حضرتك تتفادى الموضوع ده، او لو حصل فعلا عندك ممكن تعمل زي ما انا عملت، وهو كالاتي يا رجاله. بصوا يا رجاله، بصوا ادي ده، ثواني كده نثبته بس الكاميرا، ثبت بس الكاميرا كده. بصوا يا رجاله، تعالى بصوا ادي زغلول ماشي. الزغلول ده زي ما انت شايف، بصوا قد ايه اللي حصل عندي. اللي حصل عندي ان الاهالي وقفت خلاص زق، ما بقتش تزق الزغاليل. من ايه؟ ممكن يكون من حرارة الجو، والله اعلم. هم فجأة كده وقفوا زق، ما بقوش يزقوا الزغاليل. انت بتعمل ايه حضرتك؟ تسيب الزغاليل؟ لا. طب عملت ايه؟ اقول لك انا عملت ايه. بصوا يا رجاله، اول حاجه لو الزغلول اللي هو الابلق الاخضر ده كان عمره حوالي 6 ايام او 7 ايام، يعني كانوا يبتدوا يخشنوا الزغلول وبعد كده راحوا جايين مانعين بتاتا. تمام، عشان ما يبقاش بس اعلان لحد. اهو ده ميكس يا رجاله، تمام، ده ميكس ماشي. ودي سرنجه، وده خرطوم جلوكوز، تمام. معلقتين كبار من الميكس ده على ميه فتره، تقلب تسحب بالسرنجه تدي للزغلول. خلاص، لمده قد ايه؟ لو هو لسه صغير اديله كده مثلا لمده اسبوع ماشي، صبح وليل مرتين، تاكله مرتين في اليوم. طب لما يوصل للعمر ده حضرتك تاكله ذره عويجه. طيب انت بتعمل ايه؟ انا هقول على حاجه انا بعملها شخصيا وناجحه معايا. بحط على الذره العويجه علف حياني اللي هو بتاع التسمين بتاع الفراخ. ايه يا عم ده غلط ومش غلط؟ تجربه يا جدعان خير دليل. اهو الزغلول ده كان يا جدعان ميت. ده كان، ثبت بس الكاميرا، ده يا رجاله اهو، اثبت بس يا باب، اثبت كده. ده كان ميت، وادي يا جدعان الريشه اهو طالع له في كل حته في جسمه وما فيهوش اي مشكله، وصحته زي الفل. صحته زي الفل اهو. يا رجاله بسم الله ما شاء الله. ده كان قد كده يا رجاله، كان صغير قد كده ماشي. فاللي بيحصل معايا انا بطلع بقول عليه تمام. ده الحمد لله اهو معانا كل يوم بيكبر عن اليوم اللي قبله والدنيا زي الفل معاه. تمام. بالنسبه طب لبقيه الاسوس، احنا قلنا احنا كده دلوقتي في شهر 9، تمام. قلنا ما تشيلش الاسوس حتى لو كانت في الحر. طب رغم الدروب اللي حصل معاك، الدروب ده على فكره ممكن يحصل معاك في صيف او في شتاء. طب انت قلت انه من الحر، انا قلت ممكن يكون من الحر، بس انا ما اعرفش. هو ده اللي حصل عندي، ده اللي انا قلت عليه. طيب بصوا يا رجاله، نتيجه الكلام اللي انا بقول لكم عليه ايه اللي حصل؟ مش عارف بقى هتبان ولا لا. رجاله يا رب تكون بانت معاكم اهي يا رجاله. احنا مش بنخبي حاجه على حد يا رجاله. بسم الله ما شاء الله. الحصوه دي رميها امبارح بالليل. تمام في شهر 9. يا عم في شهر 9 ايه المشكله؟ هو انا اللي خليتها تبيض ولا هي الطبيعه بتاعتها؟
ربنا خلقها هتبيض، وانا اللي قلت لها بيضي هتبيض. تمام. عندنا هنا رجاله، طب نعدوا كده. التيره برضو دي اللي هي باينه كده اهي، التيره دي عليها حصى. تمام. التيره دي عليها حصى ودي عليها حصى. ماشي. الخضره دي القص دول رجاله اهالي الزغلول اللي انا بزق رجاله، دول اللي وقفوا تاكيد. تمام يا رجاله. تمام. افرك يا باشا اي وقت، في صيف في شتاء، الا اذا كان المشكله ان الحمام وقف شغل. الحمام وقف شغل، حضرتك بتبتدي تحل الاسوس، بتبتدي تحل الاسوس من بعضها، تشيل الذكر عن الطيره. تمام. لغايه ما النتايه لو هي مثلا خلصت عنقود البيض بتاعها، تبتدي انت حضرتك تشتغل عليها فيتامينات، تشتغل عليها كالسيوم، وتشتغل عليها تحديق وكلفه نضيفه والكلام ده، لغايه ما الطيره تستعيد صحتها مره تانيه، تبتدي تلاقيهم من جديد. اما لو كان قلش، هتبتدي برضه تفك الاسوس، تحلهم من بعض، وتستنى لما القص بتوعك يستفوا الريش بتاعهم من جديد، وتبتدي برضه تلاقيهم من جديد. دول الحاجتين يا رجاله اللي انا قلت عليهم في الفيديوهات اللي قبل كده، اللي يخلوك تفك الاسوس من بعض. لكن ما تقوليش الجو حر وما تقوليش الجو ساقع. هتيجي في الصيف هتقولي ده الجو حر، هيجي عليك الشتاء هتقولي ده الجو برد جدا، الجو ساقع جدا، فانت كده مش هتفرخ. تمام يا رجاله. انت الحمام مادام دنيته مظبوطه مش قالش، يعني بصوا يا رجاله هوريكم حاجه. ايه اللي يمنع؟ ادي هوريكم الطيره الاول. انا مش عايز امسكها عشان عليها حصوايه. ثبتوا بس الكاميرا، معلش يا رجاله الدنيا متكعبله هنا. بصوا يا رجاله، ايه اللي يمنع؟ طيره زي دي، اللي يمنع طيره زي دي ولا محضره ريش ولا اي حاجه اهي. وبصوا عايز اوريكم حاجه، بالمناسبه دي يا رجاله العديله، هوريها لكم بقى من هنا عشان تبان. دي يا رجاله اهي واضحه اهي، دي يا رجاله اهي، دي العديله. تمام. يعني لسه بتصلح. بصوا يا رجاله هنا اهي العديله برضه اهي، الريشه الغامقه دي يا رجاله اهي 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 واضحه اهي الريشه دي العديله. تمام. ده ما يمنعش ريشه تصليح الريش بتاع العشر بتاع الجناح، ما يمنعش الطيره ان هي تحصي، ما يمنعش الطيره اللي هي تحصي. حصوايه ما شاء الله، حصوايه طبيعيه بسم الله ما شاء الله. تمام. اما المشكله اللي هي بتقابل الناس اللي انا بقول لك عليها، ان لما تحصل عندك لازم سيادتك تحل الاسوس. لما يبقى الحمام مهدر ريش من هنا من عند الرقبه ومن عند الراس ويوقع ريشه وتبص تلاقي مال الدنيا ريش نواعم، هو ده الوقت اللي تحل فيه الاسوس. تمام يا رجاله. تمام. هوريكم الذكر. بصوا يا رجاله اهي، قلنا الطيره اهي وادي الذكر اهو يا رجاله اهي، الطيره وادي الذكر. بصوا يا رجاله الكلام بالبيان اهو، الذكر ده يا رجاله اهو، فين الريش اللي هو مهدره؟ بصوا فين بيصلح اهو، بيصلح من هنا يا رجاله اهو، شايفين اهي من هنا بيصلح من هنا. بصوا اهو برضه بيصلح من هنا. ماشي. اهم حاجه النواعم مفيش مستف خلص بيبتدي يصلح في القشر بتاعه، ده ما يمنعش ان انت تشغل القص في المرحله دي. تمام يا رجاله. ادي بيان بالواقع وبالعملي وبالحقيقه وباللي حاصل عندي. فانت ما تحلش الاسس بتوعك الا للسببين اللي انا قلت لحضرتك عليهم. الطيره خلصت ابتدت تبيض بيلي، تمام، او كانت بتبيض بيضتين، بتبيض بيضه وبيضه بيلي. حتى لو بيضت بيضه واحده حصواها، شغل القص واهتم بيهم برضه شويه في الكلفه والتحديق والفيتامينات، تلاقي الدنيا اتظبطت معاهم. تمام يا رجاله. ده كان الفيديو بتاع
ده كان الفيديو بتاعنا النهارده يا رجاله، اتمنى يا رب يكون عجبكم، واتمنى يا رب يكون في معلومه ولو بسيطه. لو اول مره بتشوفني يا ريت تعمل اشتراك في القناه، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك. عندك اي سؤال او استفسار اكتب لي في التعليقات، ما تنساش تفعل زر الجرس اللي يصلك مننا كل الفيديوهات الجديده اللي بننزلوها باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سلام يا رجاله.